السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هندرب مهرة وننزل أرض التدريب بيها. أهم حاجة في أرض التدريب إنك تبقى مجهز حاجتك كلها اللي أنت هتدرب بيها. حبل والجنشات دي، جنش هنربطه هنا في السبوق، والجنش التاني هيبقى في الحبل، والجنش اللي هو اللي في الحبل هيبقى مربوط هنا، والتاني هيبقى في رجليها. تمام. وجايبين الأكل بتاعنا أهو، هنكون مقطعينه قطع صغيرة بحيث إن إحنا نعرف ندعي الطيرة دي. هوريكم الأكل زي كده، هيكون قطع صغيره زي كده بحيث انه ايه، نعرف ندعي الطيره كتير. طبعا الطيره ممكن تيجي او ما تجيش، ده اول يوم ليها فعادي، هي ممكن ما تجيش، بس هنجرب معاها ان هي تيجي. هنبدا نركب الجنش بتاعنا اللي هو في الحبل زي كده. هبدا اوقف الطيره كده اهو على رجليا عادي مش اقل منها. تمام. وانا جايب مدور هنا عشان الحبل لو لف او حاجه. تمام. نخلي الجزء الثاني اهو، هيبقى فين؟ هيبقى هنا عندي في الدس. تمام تمام. المهم المدور دلوقتي ابدا ان انا افك الطيره وافرغها في الجو زي ما انتم شايفين كده. هجرب بقى. اول حاجه انا هعملها هوكل الطيره الاول على ايدي، بعد كده هبدا ان انا ادعيها. تمام. زي ما انتم شايفين كده هنشوف استجابتها الاول على الاكل هتبقى عامله ازاي في ارض التدريب. ممكن تاكل او ما تاكلش، ممكن تيجي او ما تجيش عادي. كانت نبدا ان احنا نجرب بقى معاها ان احنا ندعيها، نوقفها على الوكر وندعيها. طبعا الطيره ممكن تكون استجابتها اكتر على الجو، بس هنجرب معاها مفيش مشكله. هنزل الطيره زي كده، هأمن على الجنش بتاعي ان هي موجوده، هي تمام. مهرة، هي هي تعال. طبعا هي بتبص للجو، هي اول مره تنزل، فهي ممكن تكون اكتر ان هي مايله ان هي تهرب، لان هي لسه ما تعرفش الجو ده ازاي وان احنا بنعلمها ازاي. نبدا ان احنا نعودها بميزان الطير. انا ممكن امسك السبوع في ايدي كده بحيث ان هي لو هربت او اللي هي بتفكر ان هي تهرب اكون ماسك مأمن على طول عليها بايدي، بحيث ان انا اعرفها ان خلاص هي هتيجي تهرب مثلا تقف على الدس ما تجريش. تمام. هبدا ان انا اجرب معاها ما شاء الله. ده اول يوم تدريب ليها عادي، انا ببدا معاها من مسافه صغيره لغايه ما اجيب اخر الحبل ده. بعد كده نبدا نجيب مسافات اكبر. زي ما انتم شايفين هي مطمنه اكتر على الدس لان انا كنت بوكلها في الدس، فهي عرفت ان الدس ده مصدر الاكل بتاعها. شوف هي بتدور على الاكل اهي. ان شاء الله نبدا نجيب مسافه. انزل الكيس بتاع الاكل، ابدا ان انا انده لها تاني، اقرب لها المسافه هنا شويه. تعالى يا مهره، مهره، هي هي تعال مهره، هي ما شاء الله. طبعا المسافه دي بتبدا تبعد سنه سنه مع الوقت والتدريب ونزول الميزان. تمام. ابدا ان انا اوكلها وانزلها تاني. يلا انزلي. ابدا ان انا اجرب معاها. يلا تعال مهره، هي هي. طبعا كل ما بتنزل بالميزان الطيره استجابتها بتبقى اعلى. انا هحاول ان انا اجرب معاها ان احنا نجيبها مسافه اطول سنه. تعال يلا مهره، هي هي هي. طبعا انا هفضل اندهلها كده وقت طويل، مش همل، لان انا عارف ان هي اول مره ليها ان هي تنزل ارض التدريب، فهي عادي. فابدا ان انا انده لها تاني، هامل على الدس. تعال يلا ورا، هي يلا يلا تعال. ممكن ما تجيش عادي جدا، بس هي كانت هتيجي دلوقتي. تعال يلا هي ورا. افضل انادلها كده كتير بحيث ان هي تبقى عارفه الصيحه برضه. ورا هي. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي كفخت، ان ده عادي وارد جدا، لان احنا طبعا لسه اول يوم ننزل بيه ارض التدريب. انا ببقى مأمن عليها وماسك الحبل زي ما انتم شايفين كده. اروح اجيب الطيره عادي جدا واطمنها، ما بقاش ان انا ما اخوفهاش. افضل ان انا اقرب لها جدا ما هو بالاكل، واجيبها من على الارض بالاكل. تعالي يلا 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 تعالي، ما تخافيش يلا.
هبدا ان انا اقرب كده تاني زي ما انتم شايفين، عادي جدا ان هي ما تخافش. طبعا انا هقفل بقى الفيديو على كده، وهنشوف باذن الله هبدا ان انا انزل بالميزان وابدا ادربها شويه حلوين، وابدا اجيبها المسافات ده في الفيديوهات الجايه كتير. ما تنساش اللايك والاشتراك، وانا هوكل الطيره بتاعتي على الداس بحيث ان هي ما تخافش مني زي ما انتم شايفين كده. ما تنساش اللايك والاشتراك، وعايز تسال على اي حاجه ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي الرابط بتاعه في اسفل الفيديو. سلام.